في يوم 28 نوفمبر 2003 صحي سكان الزمالك على حادثة هزت قلوب الناس. مقتل الفنانة التونسية ذكرى بطريقة بشعة داخل شقتها، بتتحول القضية إلى لغز كبير الناس بيتكلم عليه لحد دلوقتي. لو أنت من عشاق الأسرار والقضايا الغامضة فخليك معايا، هنتكلم عن تفاصيل الحادثة اللي هزت الوسط الفني وخلت الكل يسأل إيه السبب وراء مقتل ذكرى. مر 20 سنة على الحادثة اللي هزت الوسط الفني والجماهير، لما المطربة التونسية ذكرى اتقتلت بطريقة مأساوية في يوم 28 نوفمبر 2003 في الزمالك. سكان المنطقة صحيوا على صوت ضرب نار مستمر لمدة ربع ساعة، وكانت دي بداية ليلة محدش يقدر ينساها. الساعة 7 الصبح أقرب اسم شرطة استلم بلاغ عن ضرب النار، ولما الشرطة وصلت كانت الصدمة. 4 جثث في المكان، الأولى كانت جثة الفنانة ذكرى، والتانية لجوزها رجل الأعمال أيمن السويدي، والتالتة لمدير أعماله عمرو الخولي، والرابعة لمراته خديجة. المشكلة بدأت بمشادة عنيفة بين ذكرى وجوزها أيمن السويدي، اللي كان معروف عنه إنه غيور جدا عليها، وكان متضايق من إنها بترجع البيت متأخر، وكمان بتستقبل مكالمات من صحابها بالوسط الفني. ذكرى حاولت كتير تفهمه إن شغلها كفنانة بيخليها تتعامل مع الناس دي، وإنه عارف كده من الأول، بس الكلام ده مغيرش من تفكيره. الغريب إن دي ما كانش أول مرة يتجوز فيها فنان. قبل كده كان متجوز الفنانة حنان ترك، اللي قالت بعدين إنها عاشت معاه أيام صعبة جدا، وإنها لما انفصلت عنه ووزعت شوكولاتة على أصحابها فرحا بتحررها منه. الخلاف بدأ في كافيه، وكانوا قاعدين مع عمرو الخولي ومراته خديجة، اللي حاولوا يحلوا المشكلة بس الأمور خرجت عن السيطرة. ذكرى سابت المكان ورجعت البيت في الزمالك ومعاها عمرو وخديجة. كوثر رمزي صاحبة ذكرى بتحاول تهدي الأجواء، لكن فجأة أيمن السويدي وصل الساعة 4:30 الفجر وطرد كوثر بشكل عنيف جدا، لدرجة إنه رمى الجزمة بتاعتها عشان تمشي. المشكلة اتجددت وعمرو الخولي وقف في صف ذكرى، وأيمن دخل أوضته وخرج وهو ماسك كلاشينكوف من دولاب الأسلحة الخاص بيه، وبدأ يصرخ ويضرب نار بشكل هستيري. ذكرى حاولت تهمي نفسها بالمخدة، لكن الرصاصة اخترقتها، 26 طلقة في بطنها وصدرها. بعدين ضرب عمرو الخولي ب18 طلقة، ومراته خديجة ب22 طلقة. بعد كده أيمن السويدي وقف قدام التلاتة، خرج مسدس صغير ووجهه ناحية بقه وضغط على الزناد، خلص على نفسه برصاص. كان في 2 خدامين شغالين في البيت وقت الحادثة، الأولى اسمها أمل محمد والتانية اسمها أم هاشم. كانوا في حالة رعب واستخبوا من اللي حصل، وكان الغريب إن طرد كوثر رمزي هو اللي أنقذهم من إنهم يكونوا ضحايا. الغيرة كانت دافع السويد الأصل، لكن في سبب تاني بيقولوا إنه كان بيعاني من أزمة مالية كبيرة، وكان على وشك الإفلاس، واسمه كان في قائمة الممنوعين من السفر بسبب الديون اللي عليه. الشرطة وصلت بسرعة لمكان الجريمة في شارع محمد مظهر بالزمالك، ولقوا مسرح الجريمة مليان بالدم. محدش عارف هل كان أيمن مخطط للجريمة دي من فترة، ولا كانت لحظة غضب وعصبية. ولكن الشرطة لقوا رسالة مش مترخة من أيمن لأخوه محمد، بينصحوا فيها بعدم الاقتراض وعدم الثقة في عمرو الخولي اللي كان شايفه السبب في كل مشاكل. بعد مرور حوالي 19 سنة على وفاة ذكرى، ظهرت قصة عن عفاريت شقة ذكرى. محمد السويدي أخو أيمن السويدي طلب من نيابة قصر النيل بفتح الشقة اللي كانت مقفولة بالشمع الأحمر، بعد ما البواب بلغ إن في أصوات غريبة بتطلع من الشقة، وإن شباكها بيفتح من جوه، والحجارة بتترمي عليهم كل يوم بالليل. لما الشرطة فتحت الشقة للمعاينة، الضابط اللي كان موجود قال إن المكان ما اتنضفش من الدم من يوم الحادثة، وإن ريحة الموت مالية المكان. لكن الغريب إن ما كانش فيه أي حاجة مسروقة، والشباك اتفتح من جوه مش حرامي. البواب قال إن الساعة 5 الفجر تقريبا، في الوقت اللي بيحصل فيه الجريمة، الأسانسير بيقف في الدور التاني اللي فيه الشقة بتاعت ذكرى، وبيسمعوا صوت خناق قطط. وفي مرة سمعوا صوت حاجة اترمت من فوق وصاب باب العمارة، ولما خرجوا يشوفوا ملاقوش حاجة، لكن لما رفعوا راسهم للدور التاني لقوا شباك غرفة نوم ذكرى مفتوح وفي حجارة عمالة تترمي منه. ولحد هنا تكون خلصت قصتنا. ما تنساش تعمل فولو وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو.